السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي وطلابنا الغاليين طلاب ثالثة إعدادي في كل محافظات مصر. معاكم أستاذ مجدي أحمد أستاذ تاريخ للثانوية العامة، والنهارده يا جماعة بإذن الله إحنا جايين ندردش معاكم شوية في منهج الجغرافيا لثالثة إعدادي. أنا عارف إن أنتوا المنهج ده عرفتوا وفي دول وفي حكايات كتير جدا، فإحنا جايين بإذن الله نلم لكم كل أفكار المنهج بتاع الوحدة الأولى، وإن شاء الله بعد ما ننزل لكم نص منهج الجغرافيا ونص منهج التاريخ. انتظروا مننا بفضل الله مراجعة ليلة الامتحان هتدمر الدنيا وهتكسر الدنيا بإذن واحد أحد. يلا نبدأ مراجعة الوحدة الأولى ونسمي الله ونقول بسم الله. أول حاجة يا جماعة، أنت قبلك أول درس بيقول لك إحنا بنتكلم عن النشاط الزراعي وموارده في العالم. حصل. طيب أول حاجة مستر جابها لي على طول إن إحنا عرفنا الزراعة من يجي حوالي 5000 سنة، صح؟ فلما الانسان عرف الزراعه عرف معاها الاستقرار. طبيعي، ما انا هزرع، يبقى طالما هزرع يبقى لازم اهتم بالمحصول، يبقى اذا يا مستر انا هزرع فبالتالي لازم اهتم بالمحصول، فبالتالي لازم استقر. فاول لما عرف الزراعه عرف معاها الاستقرار. تمام. فقال لك يا مستر طب ايه اهميه الزراعه في العالم؟ هي الزراعه مهمه؟ قال لك طبعا الزراعه ايه؟ مهمه. طيب تعالى بقى يا معلم كده قول لي هي الزراعه اصلا يا عم مجد مهمه ليه؟ الزراعه مهمه ليه؟ فتعالوا يلا يا جماعه بقى نتكلم عن اهميه الزراعه في العالم. اول حاجه يا جماعه بيكلمني عن اهميه الزراعه في العالم، فبيقول لك هي الزراعه انا بقسمها لك ازاي؟ بص يا معلم، اكل، بص هنقول اكل وهنقول حيوان وهنقول ايه؟ اسمع، وهنقول ماده خام. اكل وحيوان وماده خام. اكل وحيوان وماده خام. اكل يعني ايه؟ مصدر رئيسي للغذاء، بالظبط، ترتبط بها تربية الحيوان. وكمان يا مستر مصدر للمادة الخام اللي بتدخل في الصناعات. انت عندك يا مستر قصب السكر اللي بيخش في صناعة السكر، وعندي صناعة النسيج، صح ولا لا؟ اللي هي صناعة المنسوجات، يعني اللبس، بناخد القطن وندخلها في صناعة المنسوجات. يبقى اذا يا مستر اكل فهي مصدر رئيسي للغذاء. طيب بعد كده قال لك حيوان اللي هي بترتبط بيها تربيه الايه؟ الحيوان. ماده خام اللي هي مصدر للماده الخام اللي بتدخل في الصناعات، صح؟ طيب كلام جميل قوي. انا عندي انواع النشاط الايه؟ الزراعي. اول حاجه عندي هي الزراعه البسيطه البدائيه يا جماعه. وطالما بكلمك عن زراعه بسيطه بدائيه فانت عارف انا قلت لك الزراعه البسيطه البدائيه بيعمل بها عدد قليل جدا من السكان، اهو يعمل بها عدد قليل من السكان، شويه سكان عددهم قليل جدا، في زراعه بدائيه عشان عدد السكان قليل، الناس اللي بتشتغل بالزراعه دي ناس عددها قليل. طيب بس قال لك لا، ما هي زراعه بسيطه يعني بدائيه، يعني الناس دي هتستخدم ادوات بدائيه ايه؟ بسيطه. مش بس كده، قال لك ضيق المساحه المزروعه وتباعدها عن بعضها، يعني المساحه بتكون ضيقه ومتباعده عن بعضها البعض، فقال لك ضيق المساحات المزروعه وتباعدها عن بعضها. يا مصر وانا بهتم بالزراعه البدائيه لان الزراعه البدائيه بتوفر حاجه السكان المحليين دون وجود فائض للتصدير، يعني يا دوبك الناس بتزرع عشان تكفي احتياجاتها وبس، هدفها هي سد حاجه السكان المحليين دون وجود فائض. طيب يلا معايا كده، انا بنقولها ازاي عشان بس نثبت المعلومه. فاكر كنت بقول لك ايه؟ عدد قليل من السكان. ماشي، وايه تاني كنا بنقول ايه؟ قال لك يا مستر ادوات بدائيه بسيطه. ادوات بدائيه بسيطه، ماشي، المساحه ضيقه. عدد قليل من السكان، ادوات بدائيه بسيطه، ماشي، نستخدمها علشان نسد حاجه السكان المحلي. حلو. يبقى معلش تاني، وانا جيت قلت لك اهميه الزراعه، صح؟ وقلنا اهميه الزراعه اكل حيوان ماده خام، صح؟ اكل مصدر رئيسي للغذاء ترتبط بها تربيه الحيوان، مصدر للماده الخام اللي بتدخل في الصناعات. ها فاكر؟ ايوه. قال لك يا مستر زي صناعه الايه؟ قال لك طبعا يا مستر احنا بنجيب القطن وندخله مثلا في صناعه المنسوجات، وبنجيب قصب السكر وندخله في صناعه الايه؟ السكر. طب يا مستر بعد كده الزراعه البسيطه البدائيه قلت لك تقولها ازاي؟ تقول لي يا مستر المساحه ضيقه
عدد قليل من السكان. المساحة ضيقة، عدد قليل من السكان. أدوات بدائية بسيطة، أدوات بدائية بسيطة تستخدم لسد حاجة السكان المحليين دون وجود فائض للتصدير. طيب يبقى مستر تاني كده، أدوات بدائية بسيطة، عدد قليل من السكان، المساحة ضيقة. يبقى بص اعملها كده، المساحة ضيقة، عدد قليل من السكان، أدوات بدائية بسيطة تستخدم لسد حاجة السكان المحليين. تمام، كلام جميل قوي. مستر هي منتشرة فين؟ قال لك على هوامش الغابات الاستوائية الحارة طبعا، وبعض مناطق حشائش السافانا. طب المحاصيل بتاعتها ذرة وموز ينمو كثافة، ذرة وموز ينمو كثافة. طيب كلام جميل قوي، ذرة وموز وينمو كثافة. بعد كده يا جماعة بنتكلم عن الزراعة المتقدمة. الزراعة المتقدمة بتتقسم لنوعين، زراعة كثيفة تمام وزراعة تجارية وعلمية. هو يعني ايه زراعة كثيفة؟ زراعة كثيفة يا جماعة ان انا افتكرها كده، بزرع الارض اكتر من مره باكتر من محصول في العام الواحد. يبقى انا بزرع الارض اكتر من مره باكتر من محصول في العام الواحد. ليه يا عم؟ قال لك بسبب زياده عدد السكان، ده طبيعي، فبزرع بشكل كثيف، يعني بزرع اكتر من مره في العام الواحد. ازرع قوطه اشيل القوطه، ازرع خيار اشيل خيار، ازرع بطاطس اشيل بطاطس، فاهم؟ اكتر من محصول. الهدف من ده هو سد حاجه السكان المحليين، ان انا اكفي الناس اللي عندي، لان عدد السكان بيبقى كبير. طيب خد بالك، قال لي مستر فهي بتتطلب ايدي عامله كتيره، يعني ناس تشتغل كتير. تمام، قال لك بص عدم استخدام الالات والميكنه الزراعيه، الماكينه يعني، لضيق مساحه الحقول. يا جماعه الحقول مساحتها ضيقه، فما بقدرش ادخل الات حديثه او ماكينه زراعيه حديثه جوه في المنطقه. طيب خد بالك، هو قال لك بتزرع اكتر من مره في العام الواحد باكتر من محصول. سهلها يا مستر، حاضر. الزراعه الكثيفه، زراعه كثيفه انا بزرع الارض اكتر من مره باكتر من محصول في العام الواحد. طيب مستر اسال سؤال، هو مستر المساحه بتاعت الحقول واسعه ولا ضيقه؟ الله ينور عليك، ضيقه. يالا طب ضيقه، فما بقدرش ان انا ادخل ماكينه زراعيه او الات او الات زراعيه. تمام، وقال لك بتحتاج ايدي عامله كتيره. فاكر كنت بقول لك تحتاج ايدي عامله كتيره لانها تتم بواسطه عمليات كتيره. ايدي عامله كتيره لانها بتتم بواسطه عمليات كتيره. ايه هي العمليات الكتيره دي؟ فاكر كنت بنقول ايه؟ بذر الحبوب، ايوه، والري، وتنقيه الحشائش. بذر الحبوب والري وتنقيه الحشائش، بذر الحبوب والري وتنقيه الحشائش. طيب كلام جميل قوي. مستر بعد كده بنتكلم عن الاماكن للانتشار. هي منتشره فين؟ قال لي مستر منتشره في المناطق الحاره والمعتدله. مناطق حاره ومعتدله. طيب مستر اهم المحاصيل، كنت بقول لك ايه اهم المحاصيل؟ بص دي قاق. اهم المحاصيل عشان تسهل على حالك تقول ايه؟ قاق. القاف دي ايه؟ قمح. تمام. طب والالف دي ايه؟ ارز. طب والقاف دي ايه؟ قطن. يبقى قاق قاق قاق، قمح ارز قطن. كمان مره قاق قاق قاق، ها، قمح ارز قطن. طيب كلام جميل قوي. اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ عندي بعد كده يا جماعه الزراعه الا وهي التجاريه والعلميه. بكلمك عن الزراعه التجاريه والعلميه، فركز فيها بالله عليك. فبيقول لك في الزراعه التجاريه والعلميه، يا مستر دي تجاريه والعلميه، بركز على محصول واحد عشان احقق منه انتاج تجاري ضخم، انتاج كبير قوي 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 منه. تمام. وقال لك يا مستر كمان انا بستخدم فيها، ما انا بقول لك زراعه تجاريه متقدمه، تجاريه وعلميه بس دي زراعه متقدمه، بستخدم فيها الالات والادوات الحديثه المتقدمه. قال لك فهي تتم في مزارع واسعه، تمام، في نطاقات محدده، تتخصص في محصول معين بهدف الانتاج التجاري الضخم. وكمان بنستخدم فيها الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة. وقال لك طبعا يا مستر الآلات الحديثة اللي أنا بدخلها والطرق العلمية اللي أنا بتبعها دي بتؤدي إلى قلة التكاليف وعدد العمال، يعني بتخلي التكاليف تقل وعدد العمال تقل. يعني أديك مثال، أنا دلوقتي عندي عدد عمال بيشتغلوا بشكل كبير جدا، صح؟ عمالة يعني بتشتغل كتير. العمالة اللي بتشتغل، وركز بالله عليك،
يعني ايه يا مستر؟ يعني يا ابني لما انا ادخل آلة حديثة، فانا كنت الاول بشغل عامل هنا وعامل هنا وعامل هنا وعامل هنا عشان كل واحد يعمل حاجة، لان الآلات عندي بدائية صح؟ فمحتاج واحد يغلف، محتاج واحد يشيل الحاجات دي يوديها وينقلها يوديها مكانة تانية. لكن لما انا يكون عندي آلات متطورة انا مش محتاج عمال بقى، خلاص الآلة هي اللي بتعمل كل حاجة، هي اللي بتغلف وهي اللي بتكبس وهي اللي بتعمل وهي اللي بتقطع، فاهم؟ وهي مسؤولة عن كل حاجة. فانا محتاج عامل واحد، بدل لما كنت بجيب 10 عمال بقيت اجيب عامل، يبقى قللت لي عدد العمال، فبالتالي التكاليف هتقل. يعني ايه التكاليف هتقل؟ بدل لما كنت بدي مثلا لل 20 عامل فالتوتال كله اللي بصرفه 200,000 جنيه، لا بقى عندي عامل واحد فاصل مثلا 3000 جنيه. يبقى اذا يا مستر عدد العمال قل، فبالتالي قلت الايه؟ فبالتالي قلت التكلفه. كلام جميل قوي. اللي بعد، اماكن انتشارها فين يا جماعه؟ قال لك في جنوب شرق اسيا، تمام، وامريكا الشماليه واوروبا. جنوب شرق اسيا وامريكا الشماليه واوروبا. جنوب شرق اسيا، امريكا الشماليه واوروبا. اهم محاصيلها يا جماعه، قال لك اهم محاصيلها هو المطاط والقمح والقطن والشاي. بص بقى، كنت بقول لك ايه ساعتها؟ مشقق، فاكر؟ مشقق. الميم مطاط، الشين شاي، القاف قطن، والقاف دي قمح. يبقى ميم مطاط، شين شاي، قاف قمح، قاف قطن. طيب كلام جميل. بعد كده مستر بنتكلم عن الموارد الزراعيه في العالم. تعال نخش يلا على المحاصيل الغذائيه والحبوب الغذائيه. اول حاجه القمح يا جماعه. القمح، قلت لك انا القمح ايه؟ غذاء رئيسي لمعظم سكان العالم. غذاء رئيسي لمعظم سكان العالم، يعني كل السكان غذائهم الرئيسي اللي بياكلوه ايه؟ القمح. لان القمح اصلا بيدخل في صناعه ايه يا جماعه؟ يدخل في صناعه او بيصنع منه خبز ومكرونه وحلويات. الحلويات اللي انت بتاكلها دي مصنوع من الايه؟ من الخبز، من القمح، سوري. قال لك يا مستر كمان القمح بيدخل في صناعه الايه؟ او يصنع منه الايه؟ الخبز، وكمان بيتعمل منه المكرونه. يبقى تاني، يبقى غذاء رئيسي لمعظم سكان العالم. اسمع، غذاء رئيسي لمعظم سكان العالم، يصنع منه خبز ومكرونه وحلويات. اهم القارات قاره اسيا وامريكا الايه؟ الشماليه. طب اسيا فيها الصين والايه؟ والهند، وامريكا الشماليه فيها الولايات المتحده الايه يا جماعه؟ الامريكيه. دي اهم القارات والدول. الذره، الذره يا جماعه بيقول لك ايه؟ انا عندي الذره. الذره اهميته ان هو غذاء للانسان، علف للحيوان. غذاء للانسان، علف للحيوان. كمان مره، غذاء للانسان، علف للحيوان. طيب يا مستر، هو بيستخدم كغذاء للانسان وكعلف للحيوان في انهي دوله؟ لما اكون انا دوله ناميه. دوله ناميه، طالما دوله ناميه، يعني ايه دوله ناميه يا جماعه؟ دوله ناميه، دوله ناميه يعني دوله تعبانه. دوله ناميه يا جماعه يعني دوله تعبانه بتستخدمه كغذاء للانسان. لكن الدول المتقدمه، الدول المتقدمه يا جماعه، الدول المتقدمه بتاكله كعلف للحيوان. يبقى لما يكون دوله متقدمه بتاخد الذره وتاكلها علف للحيوان. اما باشا بالنسبه لنا احنا عشان دول ناميه بناكل احنا الذره. طيب اهم القارات هي ايه؟ امريكا الايه طبعا يا جماعه؟ امريكا الشماليه. بعد كده معلم عند المحاصيل السكريه. اول محصول سكري هو قصب السكر. قصب السكر هو المحصول الاول والرئيسي لانتاج السكر في العالم يا جماعه. رقم 2 بنجر. رقم 1 هو محصول اسمه قصب السكر، ده المحصول الاول في انتاج السكر في العالم. ولو انت فاكر كنت بقوله لك ازاي، اوعى تنسى. قلت لك يا مستر ده بيزرع في كل القارات ما عدا قاره اوروبا. يزرع في كل القارات ما عدا قاره اوروبا. ليه؟ لان اوروبا منطقه معتدله. فقال لك بص اهو، هو بيزرع في المناطق المداريه الحاره معظم قارات الايه؟ العالم ما عدا قاره ايه؟ اوروبا. ليه يا مستر؟ قال لك لوقاعها في المنطقه البارده، لان هي منطقه بارده. اهم الدول طبعا يا جماعه هي البرازيل، من اهم الدول اللي بتزرع قصب السكر وانتاجا لقصب الايه؟ السكر هي دوله الايه؟ البرازيل. طيب يا معلم، وبعدين قال لك بعد كده يا مستر عندي البن وعندي البنجر. تعال نخش على البنجر. قال لك البنجر انا قلت لك هو المحصول الثاني في انتاج الايه؟ السكر في العالم، صح ولا لا؟ مظبوط. قلت لك ده بيزرع في المناطق المعتدله، او المحصول الثاني لانتاج السكر في الايه؟ في العالم. يزرع في ايه يا عم؟ بص قال لك ايه؟
يزرع في المناطق المعتدله. طيب اهم القارات اوروبا وامريكا الايه الشماليه. اوروبا فين؟ قال لك في فرنسا. طب وامريكا الشماليه في الولايات المتحده. ومصر اولى الدول في افريقيا، وافريقيا فيها مصر. حلو قوي الكلام من ده. يبقى هو المحصول الثاني لانتاج السكر في الايه في العالم. مين القارات؟ اوروبا، امريكا الشماليه، وافريقيا. اوروبا فين؟ في فرنسا. امريكا الشماليه فين؟ في الولايات المتحده. افريقيا فين؟ قال لك عندك افريقيا فيها مصر. طيب بعد كده يا مستر عندي القطن يا جماعه. بص قال لك ايه؟ بننتج منه الخيوط التي تستخدم في صناعه اجود الايه الملابس والمنسوجات. ما انا قلت لك القطن. القطن يا معلم هو محصول مداري هام لانتاج الخيوط التي تدخل في صناعه اجود الملابس اللي حضرتك بتلبسها والمنسوجات. خد بالك ان هو مصدر لاستخراج زيت اسمه زيت بذرة القطن والاعلاف. خد بالك من حاجة، اهم القارات يا معلم هي اسيا، امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، وقارة ايه افريقيا. اسيا بتنتج ثلثي الانتاج، ثلثين الانتاج فين؟ قال لك في اسيا. طب امريكا الشمالية هي تاني القارات. طب امريكا الجنوبية هي ثالث القارات. طب افريقيا هي رابع القارات. طيب حلو قوي. بعد كده مستر قال لك طب اهم الدول الصين والهند ومصر والسودان. وخد بالك مصر والسودان من اهم الدول انتاجا للقطن. تمام. وتشتهر مصر والسودان بانتاج القطن. ليه؟ لان هي بتعمل قطن طويل التيله. وقطن طويل التيله ده القطن اللي هو النظيف يا جماعه، اللي هو لما تيجي تغسل هدومك او اي حاجه القطن ده ما بيوبرش، قطن نظيف، قطن 100 100. ما بيوبرش وما بيمط. يعني مثلا ايه؟ ما اجيش مثلا اغسل التيشيرت ولا حاجه الاقي التيشيرت بقى فانيلا لغايه هنا. تمام. البسه لغايه هنا، ايه ده؟ مط، ده وبر، ده مش عارفه ايه، ده القماشه قرت، الكلام اللي احنا بنقوله ده. فطبعا مصر والسودان مشهورين لان هم بيعملوا قطن طويل الايه تيله. محاصيل ذات طبيعه خاصه يا جماعه. فانا عندي المطاط، وانا قلت لك قبل كده المطاط اطارات السيارات. المطاط اطارات السيارات، يعني المطاط بيدخل في صناعه اطارات السيارات يا جماعه. قال لك وصناعات اخرى طبعا. قال لك طب اهم القارات هي قاره اسيا وقاره ايه افريقيا. طب فين في اسيا؟ اشهر الدول في اسيا هي تايلاند. تايلاند يا جماعه اهم الدول في اسيا هي تايلاند. طيب الشاي. الشاي يا معلم طبعا مناطق اللي انا اقدر ازرعه فيها هي منطقه شرق اسيا. هي منطقه شرق اسيا. هي منطقه شرق اسيا. شرق اسيا طبعا فيها الصين. ظروف زراعته هو بيحتاج ليه عشان اقدر ازرعه؟ قال لك يا مستر بص، مناخ حار، هواء رطب، امطار غزيره، تربه خصبه خفيفه. يعني ايه يا معلم مناخ حار؟ يعني الجو يكون حر. يعني خد بالك ان الشاي مش انت بتتكيف لما بتشربه؟ هو كمان ليه كيف معين، ليه حتت معينه لازم، او ليه حاجات معينه لازم توفرها له عشان تزرعه. فهو ايه الشروط اللي هو بيشرطها؟ ما انت بتتكيف منه، يبقى هو بيشرط عليك شروط عشان تزرعه فيها. ايه هو بقى؟ ان الهواء يكون رطب. الهواء الرطب ده اللي هو فيه الندى، ده ندى الميه. ومناخ حار، الجو حر. ومطر غزير، مطر كتير. والتربه خصبه خفيفه وجميله. قال لك يا مستر طبعا اهم الدول هي مين؟ قال لك هي الصين. اهم الدول هي الصين. طيب كلام جميل. بص يا معلم، اللي بعده عندي مين؟ اللي بعده بنتكلم عن الدرس الثاني. الدرس الثاني يا جماعه بيكلمك عن الرعي والثروه الحيوانيه والسمكيه. فاحنا بنتكلم عن الرعي. اول رعي عندي هو الرعي البدائي. الرعي البدائي يا جماعه هو رعي بيمارسه سكان المناطق الصحراويه في مساحات واسعه بقارات العالم. رعي بيمارسه سكان، يعني انا مثلا يا جماعه راجل راعي غنم، بمشي بالخرفان والمعيز مثلا بتوعي كده في الصحراء وافضل ارعى الغنم. تمام كده، يعني الدنيا بتمشي. يبقى اذا يا مستر هو بيمارسه سكان المناطق الصحراويه في مساحات واسعه بقارات الايه العالم. طيب خد بالك هو بيتركز فين؟ قال يا مستر طبعا هو بيتركز فين؟ قال لك بص بقى، رقم واحد في شبه الجزيره العربيه وباديه الشام، ماشي، شمال افريقيا وصحاري التندرا البارده. اهو بص هتقولها له كده، خليها كده، شبه الجزيره العربيه وباديه الشام، شمال افريقيا، صح. بص قال لك ايه؟ صحاري التندرا البارده ودول وسط ايه اسيا. يبقى تاني شبه الجزيره العربيه وباديه الشام، شمال افريقيا،
دول وسط اسيا صحاري التندرا البارده. وخد بالك صحاري التندرا البارده بيبقى فيها حيوان اسمه حيوان الرنه، حيوان اسمه حيوان الرنه. طيب خد بالك، عايز بس اقول لك على حاجه. هو ليه مصر السكان قالوا في منطقه شبه الجزيره العربيه وباديه الشام؟ تمام. فانت هتيجي تقول لي يا مستر هم قالوا في شبه الجزيره العربيه بسبب ان يا جماعه ظهر بترول. خد بالك انت لو جيت بصيت على السعوديه والكويت والدول دي زمان كانوا رعاة غنم يا جماعه. هو ايه اللي غير فيهم؟ ظهور البترول، صح ولا لا؟ فلما ظهر البترول كانت الناس بتعمل بحرفه الرعي. قامت الدوله قامت جايبه الرعاه وقالوا لهم يا جماعه فكوكم من حرفه الرعي بقى، احنا عايزين ننهض بالدول بتاعتنا، فاحنا عايزين نستغل البترول، فسيبوا حته الرعي دي وهنعمل لكم بيوت من اجل توطينكم. توطينكم يعني هنقعدكم في بيوت من اجل استخراج الايه؟ البترول. البترول احنا لقيناه بيتدفق فعايزين نستغله ونستثمره، فبداوا يعملوا بيوت لاستثمار الايه؟ طبعا البترول. كلام جميل. فطبعا قل العاملين بحرفه الرعي. طب يا مستر قال لك بعد كده طب في دول وسط اسيا ايه اللي حصل؟ قال لك لا، في دول وسط اسيا عشان انتشر التعليم فكل واحد بدا يغير نشاطه بقى. خلاص. الراعي التجاري يا معلم. قال لك الراعي التجاري هو بيقصد بيه ايه؟ بص اسمع بقى بالله عليك. هو راعي بيتم ممارسته بس في مناطق حشائش السافانا والاستبس. راعي يمارسه السكان بس في مناطق حشائش السافانا والاستبس، او يعتمد على الاساليب العلميه الحديثه والتخصص. احنا بنربي حيوان المرعى ماشي في مزارع متخصصه دون اختلاط ببقيه الحيوانات يا جماعه، حيث يربى كل حيوان دون اختلاط لانتاج الالبان والايه؟ واللحوم. يا جماعه يبقى انا بربي الحيوانات في مناطق حشائش السافانا والاستبس، بستخدم ادوات واساليب علميه حديثه في تربيه الحيوان. وقال لك بنجيب حيوان المرعى ده او حيوان الرعي ده، تمام، وبنربيه في اماكن ما بيكونش فيها اختلاط، يعني كل حيوان يتم تربيته في مزرعته الخاصه دون اختلاط ببقيه الحيوانات. اجيب حيوان ما ينفعش مثلا ايه يعني توضيح، ادخل حمار مع حصان، تمام، فيحصل ما بينهم اختلاط او يتجوزوا من بعض فيجيبوا لي بغل. لا ما ينفعش، يبقى حصانه وحصان، حمار وحمار، تمام، حماره وحمار، تمام كده، يعني اللي هو يبقوا من جنس بعض او من نفس السلاله، لكن ما بص ما خلطش يعني بمعنى اصح. طيب المهم قال لك بتركزوا فين؟ قال لك يا مستر في مناطق حشائش السافانا لسه قايلها لك والايه؟ والاستبس. قال لك فين بقى؟ يعني في الولايات المتحده، في مناطق البراري، وفي منطقه الارجنتين واستراليا. طيب خد بالك اهو، بص بيقول لك ايه؟ الرعاه في وسط اسيا بيقلوا عشان التعليم، وفي شبه الجزيره العربيه وبدايه الشام عشان تدفق البترول وتوطين الايه؟ البدو. انا قلت لك الكلام ده. هنتكلم بقى يا جماعه عن الثروه الحيوانيه. البقر. طبعا يا جماعه انت عارف ان البقر كتير قوي كمان بنعاني منه. اهميه البقر. بص البقره جميله ولذيذه وبتبص لك اهو. البقر المصدر الرئيسي للحوم الحمراء، وتدخل نسبه كبيره منها في التجاره الدوليه. يا جماعه البقره هي اللي بتديني لحمه حمراء، واللحمه الحمراء دي بتدخل نسبه كبيره منها ومن الابقار في التجاره الدوليه. يعني ايه في التجاره الدوليه؟ يعني بيتم تصديرها الى الايه؟ الى الخارج، بتكسبنا فلوس يعني. طيب اهم القارات طبعا يا جماعه والدول هي ايه وايه؟ اسيا فيها الهند. والهند ليه يا جماعه؟ عشان انت عارف الديانه اسمها الديانه الايه؟ الهندوسيه، تمام، اللي هم بيحرموا اكل لحوم الايه؟ لحوم الابقار، صح ولا لا؟ لان انت دلوقتي انت شايف الخناقه اللي ما بين الهند وباكستان، صح ولا لا؟ الباكستانيين بيركبوا على البقر اللي يعني بيغيظوا الهنود. وطبعا ليه؟ لان هم ديانتهم ديانه هندوسيه بيعبدوا البقر، فطبعا دي حاجه بتجنن الهند. المهم وايه تاني يا مستر؟ وعندك امريكا الايه؟ الجنوبيه. طيب الاغنام. الاغنام يا جماعه بيقول لك طبعا بنربيها من اجل ايه؟ انا عايز اسهلها عليك فاقول الاغنام باخد منها لحومها وصوفها، باخد منها لحومها وصوفها ورايح دماغي، بدل الهري ده كله اخد منها لحومها وايه؟ وصوفها. يعني لما يجي يقول لك اهميه الاغنام تقول له باخد منها لحومها وصوفها. طب اهم القارات والدول هتقول له عندك الصين والهند، وعندك طبعا مين؟ استراليا. صين هند واستراليا، صين هند واستراليا،
صين هند واستراليا. طيب بص يا معلم، الفرخه، الدواجن بتستفيد منها في ايه؟ نفس الكلام، لخص معايا، باخد منها لحومها وبيضها، باخد منها لحومها وبيضها، باخد منها لحومها وبيضها، باخد منها لحومها وبيضها. طيب طبعا بتسد حاجه الايه؟ السكان. خد بالك بتسد حاجه السكان، خد بالك بتسد حاجه السكان، باخد منها لحومها وبيضها وبتسد حاجه السكان. طب اهم القارات والدول ايه؟ عندك الولايات المتحده الامريكيه وكمان الصين. ولايات متحده، الصين، ولايات متحده، الصين، ولايات متحده والصين. طب يا مستر انا عندي المنتجات الحيوانيه. المنتجات الحيوانيه اول حاجه عندك هي اللحوم. هي الإجابة اللحوم. اللحوم اهميتها ايه؟ ايه اهميه اللحوم؟ المنتج الحيواني الرئيسي. يبقى اللحوم رقم واحد، منتج حيواني رئيسي. رقم واحد منتج حيواني رئيسي. اهم القارات تبقى ايه يا جماعه؟ الصين، عشان بنعتمد فيها على لحوم الخنازير. طيب والولايات المتحده الايه؟ الامريكيه. الالبان تاني منتج حيواني رئيسي بعد اللحوم الحمراء. خد بالك ان مصر بتنتج منها 6 مليون طن، الا ان ده لا يكفي حاجه السكان بسبب ان احنا عددنا كتير جدا، تمام؟ فبنستهلك بشكل كبير. فقال لك هو المنتج الحيواني الثاني. طب اهم القارات ايه؟ الهند ومين؟ والولايات المتحده الايه؟ الامريكيه. طيب بعد كده مصر دخلنا على الصوف. الصوف قال لك ده الماده الخام، بص ماده خام اساسيه لنسيج الصوف. ماده خام اساسيه اهو لنسيج الايه؟ الصوف. اهم القارات والدول ايه؟ قال لك عندك استراليا. اشمعنى استراليا؟ عشان عندها اغنام المارينو. اغنام المارينو التي يعني تتميز بغزارة الاصواف. التي تتميز بغزارة الاصواف. يبقى عندي اغنام اسمها اغنام المارينو والتي تتميز بغزارة الاصواف. وعندي ايه؟ الصين. طيب كلام جميل. بعد كده عندي الجلود. يا جماعه الجلود احنا بنعمل حاجه اسمها دباغه الجلود. فقال لك يا مستر من المنتجات الحيوانيه الرئيسيه التي تدخل في صناعه دباغه الايه؟ الجلود او دبغ الجلود. تمام؟ طيب بعد كده قال لك الثروه السمكيه. عندك الثروه السمكيه هو غذاء رئيسي، السمك يعني غذاء رئيسي لمعظم سكان المناطق الساحليه. لو انا قاعد على منطقه ساحليه فانا بصطاد سمك. يعني معظم الناس اللي في اسكندريه بيصطادوا ايه؟ سمك. ليه؟ لان هم قدامهم البحر المتوسط، منطقه ساحليه. طيب كلام جميل قوي. قال لك يا مستر طب ايه العوامل اللي بتساعد على تطور حرفه الصيد؟ قال لك العوامل اللي بتساعد على تطور حرفه الصيد يا جماعه رقم واحد التقاء التيارات البحريه الدافئه مع التيارات البحريه البارده. وخد بالك لما التيارات البحريه الدافئه بتيجي للتيارات البحريه البارده، لما بيحصل الخبطه دي السمك بيطلع لفوق يا جماعه. السمك بيطلع ليه؟ لفوق، فسهل ان انت تصطاده. واللي بيساعدك اكتر هي ضحاله الميه وغناها بالمواد الغذائيه. يعني ايه ضحاله الميه الساحليه وغناها بالمواد الغذائيه؟ يعني ايه؟ يعني ايه المواد الغذائيه؟ يعني السمك كتير وهكذا. فضحاله الميه يعني الميه مش غويطه، ميه مش غويطه، فالسمك بتبقى قادر ان انت تصطاده عادي، بيبقى سهل الصيد يعني. طيب بعد كده قال لك التوسع في تربيه الاسماك على اسس علميه حديثه، يعني بتستخدم اساليب علميه حديثه واساليب متطوره في الصيد. كمان يا مستر عندك خبره وفنيه علميه في تطوير صناعه المراكب، بنقدر ان احنا نصنع مراكب كويسه، وكمان ادوات الصيد، نعمل ادوات صيد كويسه، وكمان يا مستر ثلاجات عشان نحفظ فيها الاسماك. الثلاجات اللي بيبقى فيها ثلج دي عشان اللي هي بتفتحها وتحط فيها الاسماك عشان السمك ما يموتش، يفضل محافظ، يعني الثلج بيحافظ على السمك لغايه لما يجي بقى الاسواق ويتباع. وفره المواني لرسو الايه؟ السفن. الميناء هو المكان اللي بتقف عنده السفينه. هو انا دلوقتي لو جايب بضاعه تمام بمشي في الميه بيها، بقف في الاخر فين؟ في ميناء مثلا زي ميناء اسكندريه. ليه؟ عشان انزل البضاعه في الميناء، وبعد كده من الميناء يفضل بقى ان احنا ناخده نوديه ونسوقه لبقيه المناطق او بقيه الاسواق. فخد بالك بقى عشان هنا في عوامل طبيعيه وفي عوامل بشريه. دي اسمها عوامل تطور حرفه الصيد. طب ايه العوامل الطبيعيه؟ ركز بالله عليك. العوامل الطبيعيه اللي هي التقاء التيارات البارده وضحاله الميه، دي اسمها عوامل طبيعيه. دي اسمها عوامل طبيعيه. تمام؟ يبقى العوامل الطبيعيه الاثنين اللي انا عامل عليهم صح دول يا جماعه. ماشي. بعد كده يا معلم قال لك خد بالك التوسع في تربيه الاسماك على اسس علميه حديثه والخبرات الفنيه والعلميه في تطوير صناعه المراكب وادوات الصيد، هعمل عليهم غلطتين كده
يبقى دي اقول لك عليها عوامل اهو، عوامل بشريه. تمام. طب يا مستر، وفره المواني لرسو السفن الصيد اهي دي تمشي، هعمل صح وغلط. يعني ايه؟ يعني تمشي عوامل من ضمن العوامل الطبيعيه، وتمشي من ضمن العوامل البشريه. يعني لما يجي لك في الامتحان عشان تفتكرني ويجي يقول لك مين من العوامل التي تساعد على تطور حرفه، من العوامل التاليه التي تساعد على تطور حرفه الصيد، تقول له عوامل تطور حرفه الصيد: التقاء التيارات البحريه الدافئه مع البارده، ضحاله الميه وغناها بالموارد الغذائيه. بس لا، ازود عليها دي بقى: وفره الموانئ لرسو السفن. دي عوامل طبيعيه. طب لو عايز عوامل بشريه، هقول له التوسع في تربيه الاسماك والخبرات الفنيه، واقول له برضه وفره الموانئ لرسو السفن، لان هي تمشي طبيعيه وتمشي بشريه. طيب كلام جميل قوي. اهم مناطق الصيد يا جماعه، اهم مناطق الصيد حضرتك بتجيب او بتصطاد منين؟ قال لك سواحل شمال غرب اوروبا، سواحل شمال غرب اوروبا، سواحل امريكا الشماليه، الساحل بتاع امريكا الشماليه. تمام. سواحل امريكا الجنوبيه، سواحل شرق وجنوب شرق اسيا، يعني من الاخر كده المناطق اللي بتبص على المحيطات. طيب اهم الدول المنتجه ايه؟ قال لك طبعا يا مصر اكتر الدول المنتجه هي الصين واندونيسيا وسواحل امريكا الشماليه. الصين ليه؟ بسبب طول سواحلها وامتلاكها انهار وبحيرات. طول سواحلها على ايه؟ على المحيط الهادي، بتبص على المحيط الهادي، فطبيعي يا جماعه يبقى فيها اسماك كتير. طيب اهم الدول المصدره، مين الدول اللي بتصدر يا جماعه؟ الصين، ومين تاني؟ والنرويج وتايلاند. خد بالك، الدول المنتجه غير الدول المصدره. واحد يقول لي: مستر معلش انا مش فاهم دي، هو مش المفروض دول اللي بينتجوا كتير؟ يبقى طالما بنتج كتير يبقى المفروض انا بصدر كتير يا مستر، صح؟ انت ايه هتفتي؟ قلت لك لا، انا مش شرط ان انا اكون دوله بنتج كتير ان انا ابقى دوله بصدر. لا، انا ممكن انا بنتج كتير بس عدد السكان عندي كتير، فيا دوبك بكفي حاجه السكان، فما بيبقاش عندي فائض للتصدير. شغل دماغك. ممكن انتج كتير ولكن ما اصدرش كتير. ليه؟ لان عدد السكان عندي كتير فبيستهلك كتير، فللاسف ما بيبقاش في فائض للتصدير. خلاص. ولكن يا مستر دي دول بتنتج كتير ولكن هي عندها عدد سكان فبتكفي عدد سكانها والدنيا بتمشي، فما بتصدرش كتير. فقال لي: طب يا مستر، طب ما الصين. قلت لك ماشي يا عم، دي دوله بتنتج كتير وبتصدر كتير، ايه المشكله يعني؟ طيب اندونيسيا بتنتج كتير بس ما بتصدرش كده، يعني فاهم؟ يبقى الدول المصدره الصين والنرويج وايه وتايلاند. قال لي: بص بقى يا معلم، قال لك لو جيت بصيت على البحار والمحيطات هلاقي نص الانتاج بتاع الاسماك من البحار والمحيطات. طب بعد كده يا مستر، بعد كده بقى يا معلم يجي الباقي من المزارع السمكيه 33%. 33% نص الانتاج بحار ومحيطات. مسطحات مائيه يعني. طب المزارع السمكيه ثلث الانتاج. طب يا مستر الانهار والبحيرات، قال لك باقي الانتاج اللي هم كام في المية؟ 17%. طيب كلام جميل قوي. قال لي: يا مستر انت عندك امثله على الكائنات البحريه، عندك الجمبري والصبيط واللبيط، تمام، وعندك الحيتان. قال لك اول حاجه الجمبري ده بيتقال عليه ان هو من القشريات، والصبيط ده من الرخويات، وعندك الحيتان مهمه ليه؟ عشان باخد منها اللحم بتاعها وشحومها. شحومها الحاجات اللي بتزيد بيها الحاجه، تمام؟ لحومها شحومها. الحيتان تاخد منها لحومها شحومها. الدرس اللي بعده يا معلم بيكلمك عن النشاط التعديني يا جماعه، وانا بكلمك عن المعادن. والمعادن طالما بقول لك نشاط تعديني يبقى انت هتقول لي هي عمليه استخراج المعادن ومصادر الطاقه من باطن القشره الارضيه او بالقرب من سطح الارض. يعني ايه يا جماعه بعمل عمليه تعدين؟ يعني انا بستخرج المعادن ومصادر الطاقه من باطن القشره الارضيه، او ممكن دي بتكون قريبه من سطح الارض. كل ما يكون المعدن قريب من سطح الارض كل ما يسهل استخراجه. طيب اللي بعده بيقول لك الحديد. الحديد يا جماعه بيدخل في صناعه الحديد والصلب. صناعه الحديد والصلب اهو، لخص الدنيا كده. خد بالك يا مستر، اهم الدول المنتجه للحديد هي الصين، بتيجي بعديها استراليا. الصين بتيجي بعديها استراليا. خد بالك بالله عليك ان موريتانيا
موريتانيا دي دول من قاره افريقيا، دوله من قاره افريقيا. موريتانيا دي يا جماعه من اكبر الدول المنتجه للحديد في قاره افريقيا، ولكن للاسف هي دوله ناميه، دوله فقيره، فما بتقدرش تصنع. يعني ايه؟ انا بستخرج الحديد كماده خام، ولكن للاسف يا مستر ما بقدرش ان انا اصنعه. يعني ما بقدرش اعمل منه سيارات، ما بقدرش اعمل منه طائرات، ما بقدرش اعمل منه حاجات كتير قوي، ما بقدرش ادخله في الصناعه. ليه؟ لان دوله ناميه، دوله تعبانه، دوله فقيره. فبضطر ان انا اعمل ايه؟ اصدره للخارج، فبخسر لان انا ببيعه كماده خام. يعني تخيل كده، انا عندي مزارع قطن، خدت القطن وصدرته كماده خام بره، استفدت؟ استفدت، بس بفلوس ايه؟ قليله. هم بياخدوه بيصنعوه ويجوا يبيعوه باسعار ايه؟ عاليه، فهم كسبوا اكتر مني. فاهم؟ يبقى اذا يا مستر موريتانيا طبعا كانت بتصدره كماده ايه؟ خام، فكانت بتخسر كتير جدا جدا جدا، وكانت بتصدره للدول المتقدمه زي بريطانيا واليابان. طيب كلام جميل. المهم يعني بعد كده يا جماعه عندي النحاس. النحاس انا قلت لك ايه في النحاس؟ قلت لك ادوات اسلاك كهربائيه، ادوات اسلاك كهربائيه، ادوات اسلاك كهربائيه، ادوات اسلاك كهربائيه، اسلاك ادوات كهربائيه. فاكر؟ طيب لو ايه بيدخل يعني في اسلاك الكهرباء ومش عارفه ايه والكلام من ده، لو جيت يا مستر بصيت كده قمت جايب الفيشه قمت خالعها، هتلاقي اسلاك طالعه لك كده، صح؟ دي اسمها اسلاك ايه؟ كهربائيه. اهم الدول المنتجه هي شيلي والصين. شيلي موجوده فين يا جماعه؟ في امريكا الجنوبيه، والصين موجوده في اسيا. نتكلم بقى يا جماعه عن البوكسايت، وقلنا ان البوكسايت خد بالك، البوكسايت نقدر ان احنا نحوله لايه؟ لالومنيوم. طبعا هو الخام الرئيسي للالومنيوم. فالبوكسايت يا مستر نقدر نحوله لالومنيوم. بس لو ازاي البوكسايت نقدر نحوله لالومنيوم؟ لو في طاقه كهربائيه كبيره، خبره علميه وفنيه متطوره، وسوق كبير داخلي وخارجي يستوعب الانتاج، طاقه كبيره، طاقه كهربائيه كبيره. وقال لك كمان خبره علميه وفنيه متطوره. لازم يبقى عندك خبره علميه وفنيه متطوره، ناس فاهمه وناس يا مستر متدربين كويس ومتعلمين كويس. قال لك سوق عشان تقدر تبيع الايه؟ المنتج بتاعك. اهم الدول انتاجا ليه طبعا هي استراليا. طيب مستر مصادر غير متجدده، اول حاجه عندي الفحم يا جماعه. الفحم الاهميه بتاعته بيولد الايه؟ الكهرباء، بيولد الكهرباء. اهم القارات ايه؟ قال لك اسيا واوروبا 3/4 الانتاج، وبيجي بعد كده امريكا الايه؟ الشماليه. طب اهم الدول ايه يا جماعه؟ الصين والولايات المتحده وكمان الهند. الصين، ولايات متحده امريكيه، والهند. البترول يا جماعه، بيقول لي اهميه البترول. هو البترول مهم ليه؟ قال لك البترول مهم يا مستر لانه بيرتبط بالتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والعلاقات السياسيه، والبترول بيتم تكريره فيعطي مشتقاته زي البنزين والسولار والمازوت، صح ولا لا؟ يعني بندخله عمليات تكرير عشان ننضفه ونطهره ونعمل منه البنزين اللي العربيات بتمشي من خلاله. طيب وقال لك كمان هو مهم طبعا للتنميه الاقتصاديه، هو اللي بيحقق التنميه الاقتصاديه. المصانع بتشتغل وبتدور، فبالتالي بيحصل تنميه اقتصاديه. قال لك يا مستر تنميه اجتماعيه على رفع مستوى معيشه الايه؟ الافراد. غير كده يا مستر بيتاثر على العلاقات السياسيه طبعا، لان مثلا زي مثلا في حرب 73 قال لك لما اجتمع وزراء الايه؟ النفط الايه؟ العربي بالكويت عشان يقرروا ان هم يخفضوا انتاج البترول ويمنعوا تصديره للولايات المتحده الامريكيه، لان الولايات المتحده الامريكيه كانت بتساعد ايه؟ وبتساند اسرائيل، فاحنا قلنا هنمنعه. فاذا هو بيأثر في العلاقات السياسيه طبعا. الدول اللي عندها بترول دول العالم كلها بتقرب منها وبتعمل علاقات معاها عشان تكسبها. اهم الدول طبعا السعوديه وروسيا والولايات المتحده. السعوديه وروسيا والولايات المتحده الايه؟ الامريكيه. مستر الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي الاهميه بتاعته هو بيمثل 25% من مصادر الوقود في الايه؟ في العالم. خد بالك الناس بدات تتوسع في انتاج الغاز الطبيعي، فسالنا ليه الناس بتروح تستخدم الغاز الطبيعي بدل البترول؟ قال لك لانه رخيص الثمن، سهل النقل، اقل تلوث من البترول. رخيص الثمن، سعره رخيص، اقل تلوث للايه؟ للبيئه من البترول، ما بيلوثش البيئه زي البترول. قال لك يستخدم في الصناعه وبيدخل في الاستخدامات المنزليه ووقود للسيارات ويولد الايه؟ الكهرباء. طيب بيقول لك طبعا اهم القارات هي ايه؟ قال لك طبعا اوروبا. قال لك اهم القارات طبعا اوروبا ثلث الايه؟ الانتاج العالمي. واهم الدول انتاجا للغاز الطبيعي هي الولايات المتحده يا جماعه الامريكيه.
طيب بص يا معلم، بعد كده بنتكلم عن مصادر الطاقه المتجدده. مصادر الطاقه المتجدده يبقى احنا بنتكلم عن الطاقه النوويه. ويقول لك الطاقه النوويه، انا عندي قاره اوروبا. اوروبا اولى القارات بتاعت العالم انتاجا للطاقه النوويه. وقال لك بتيجي بعديها امريكا الشماليه، دي رقم 2. طب يا مستر طاقه الرياح، طاقه الرياح من الطاقه المتجدده، ماشي، بتولد كهرباء. طب يا مستر مين يا مستر اللي بتنتج؟ قال لك فرنسا، بريطانيا، ولايات متحده. تاني فرنسا، بريطانيا، ولايات متحده. دي من الدول، بص دي من الدول الايه الاوروبيه. عندي فرنسا وبريطانيا والولايات الايه المتحده. اما مستر قال لك من الدول العربيه بقى، قال لك مصر بتيجي بعديها الايه المغرب. بس خد بالك هعمل لك لقطه جميله قوي. بص هنا انا قلت ايه؟ فرنسا، بريطانيا، ولايات متحده، صح؟ ايوه يا مستر. طيب بص يا ابني، هتنزل عادي جدا فرنسا، وتنزل عادي جدا بريطانيا، وتغير الولايات المتحده الامريكيه وتكتب الايه؟ اليابان. صعبه؟ سهله اهو. يبقى طاقه الايه الامواج، طاقه الامواج، طاقه الامواج، او بريطانيا، فرنسا، اليابان. كانت فوق ايه؟ فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحده. يعني فرنسا وبريطانيا معانا، وشلنا الولايات المتحده وحطينا اليابان عشان تسهل عليك الدنيا. طيب اللي بعده، اللي بعده قال لك طبعا يا مستر الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه قال لك طبعا يا مستر بتنتج في عدد من الدول، عدد كبير من الدول. بس طبعا يا مستر زي ايه؟ طبعا زي مصر طبعا، لان احنا عندنا محطات اسمها محطات الطاقه الشمسيه يا جماعه. طيب المهم، اخر درس يا جماعه هو بيتكلم عن طبعا الصناعات بقى، النشاط الصناعي في العالم. بص يا معلم، صلوا على النبي. بيقول لك بتعتبر الصناعه هي المتطوره، الصناعه الحديثه المتطوره مقياسا رئيسي لتطور الشعوب وازدهاره. يعني انا لو عايز اعرف ان الشعب ده شعب متطور او الدوله دي دوله متطوره، ابص على الصناعه. الصناعه بتاعتها متطوره يبقى الدوله دي متقدمه. فقال لك لان يا مستر هي بتاخذ بالاساليب الايه العلميه، وتطبق الابحاث والتجارب العلميه في الاختراعات. وقال لك كمان بتطور المنتجات الصناعيه وتحدثها بشكل ايه مستمر، يعني بتجدد منها، وطبعا بتستخدم الطرق العلميه الحديثه، وكمان ابحاث وتجارب علميه في الاختراعات اللي هي بتعملها. طيب مستر، اول حاجه المقومات اللي بتساعدني في قيام الصناعه، مقومات طبيعيه ومقومات بشريه. ايه المقومات الطبيعيه؟ يعني حاجه طبيعيه من عند ربنا هي اللي ساعدتني على ان انا اعمل صناعه. قال لك لازم يكون عندك ماده خام، سواء معدنيه او زراعيه او حيوانيه. طبعا انت عارفين ماده خام حيوانيه او زراعيه. يعني ايه زراعيه؟ يعني بجيب القطن بدخله في الصناعه بعمل منسوجات، يبقى اذا ده ماده خام زراعيه، وهكذا بقى. قال لك يا مستر الموقع المتميز، لازم يكون الموقع بتاعنا هو موقع جغرافي متميز. قال لك ومصادر الطاقه، لازم يكون عندك مصادر طاقه عشان تقدر ان انت تحرك المصانع، دي اسمها مقاومات طبيعيه. طب المقاومات البشريه، قال لك لازم يكون عندك ايدي عامله، ولازم يكون عندك تطور علمي، ولازم يكون عندك راس مال، وتوافر الاسواق والسياسات الحكوميه. يعني ايه يا مصر ايدي عامله؟ يعني الناس تشتغل يا جماعه. ايدي عامله يعني الناس تشتغل. توافر الاسواق، عندك سوق لما بتطلع الانتاج بتاعك بتروح تبيع. قال لك تطور علمي، لازم تستخدم الالات الحديثه والتكنولوجيا المتطوره. راس المال، لازم يكون عندك يا معلم رؤوس اموال. رؤوس الاموال مهمه لقيام اي مشروعات. لو انت معكش فلوس مش هتقدر تعمل مشروع، مش هتقدر تعمل مصنع، مش هتقدر تقبض العمال، فبالتالي الدنيا هتقف. طب السياسات الحكوميه، الدوله تساعد على دوت، وما تفرضش ضرائب كتير وما تحرقش في ضرائب كتير عشان الناس تقدر ان هي تشتغل وتعمل مصانع. طب يا مستر بص يا معلم، انا عندي ده بيسموه اقليم ايه؟ ده بيسموه اقليم روسيا واوكرانيا. حلو. ده بيسموه غرب ووسط اوروبا. تمام. يبقى ده روسيا واوكرانيا، ده غرب ووسط اوروبا، ده شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. طيب حلو قوي. وعندي يا مستر الاخضر ده، وعندي ده اللي هو دول الخليج ده. اللي باللون ده بيقول لك ايه؟ دي كده مراكز صناعيه حديثه يا جماعه، اللي انا بعلم لك عليهم ده. دي اسمها مراكز صناعيه حديثه اللي متنطوره دي. طيب دي مراكز صناعيه حديثه. حلو حلو. طيب بعد كده يا مستر عندي الاخضر ده اسمه اقليم شرق اسيا اهو. بص ده كده اقليم شرق اسيا اهو اللي انا بعلم لك عليه ده. طيب يا مستر اللي باللون ده قال لك مناطق، مناطق صناعيه
مناطق صناعيه حديثه. طيب يا مستر ده غرب ووسط اوروبا، كلام جميل. طب وده روسيا واوكرانيا، اقليم روسيا واوكرانيا. طب وده شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه، شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. تمام، كلام جميل قوي. تعالى يا معلم، فبيقول لك اول حاجه اقليم غرب وسط اوروبا. السؤال ده جاي في الامتحان اهو. الوحده الاقتصاديه الاوروبيه، ده سؤال جاي 2025 ان شاء الله. الوحده الاقتصاديه الاوروبيه، بيقول لك الوحده الاقتصاديه الاوروبيه لما الدول الاوروبيه تعمل مع بعض وحده، ده بيؤدي الى الايه؟ التكامل في الجوانب الايه؟ الاقتصاديه، زي الحاجات الصناعيه والحاجات التجاريه، وحمايتها جمركيا، ان احنا نحميها جمركيا، وتدعيمها من جانب هيئه الاتحاد الايه؟ الاوروبي. لان احنا لما بنعمل تكتل او وحده واحده يا جماعه، بنشيل ازاله الحواجز الجمركيه والغير ايه؟ جمركيه بين دول التكتل. طيب مستر، عندي طبعا بريطانيا وفرنسا والمانيا من اهم المراكز الايه؟ الصناعيه اللي موجوده في المنطقه دي. طيب كلام جميل قوي. وبعدين يا عم مجد، قال لك بعد كده عندي اقليم شمال شرق الولايات المتحده الايه؟ الامريكيه. قال يا مستر خد بالك ان ده من اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم الحديث. يا مستر الصناعه بتتقسم هناك الى نوعين، عندي هناك صناعه هندسيه، وعندي برضه يا مستر صناعات اسمها خفيفه استهلاكيه. الصناعه الهندسيه هناك زي الكترونيات، سيارات، ادوات كهربائيه. تمام. قال لك وعندك صناعات خفيفه واستهلاكيه زي الصناعات الغذائيه والنسيجيه، يعني ايه؟ الاكل واللبس. طيب بعديها قال لك بعديها بقى عندي اقليم روسيا واوكرانيا. اقليم روسيا واوكرانيا موسكو وما حولها واقليم الاورال، موسكو وما حولها واقليم الاورال، دي اهم المراكز الصناعيه. طب اقليم شرق اسيا، ايه اهم المراكز الصناعيه اللي موجوده هناك؟ قال لك جزيره هونشو باليابان طبعا، وجمهوريه كوريا، ومناطق صناعيه عديده بالصين، يعني مناطق كتير قوي في الصين صناعيه. طب قاره اسيا بتتقسم ليه؟ اللي هي مناطق صناعيه حديثه. قال لك اسيا، بص اسيا، في قاره اسيا، حلو. وقال لي في قاره امريكا الشماليه، والقاره الاوكيانوسيه اللي هي استراليا، وقاره امريكا الجنوبيه، وقاره افريقيا. واحده واحده يا معلم. قاره افريقيا فيها ايه؟ قال لك مصر وجنوب افريقيا، مصر وجنوب افريقيا. طب قاره امريكا الجنوبيه، امريكا الجنوبيه كنت بقولها لك ايه؟ يا برازيل، شيلي، شيلي، الارجنتين اللي هو البرازيل وشيلي والارجنتين. طب امريكا الشماليه، امريكا الشماليه عندك كندا والمكسيك. طب القاره الاوكيانوسيه اللي هي استراليا. طب يا مستر في اسيا، قال لك في اسيا انت عندك دول في جنوب شرق اسيا زي ماليزيا، فيها مراكز صناعيه، سنغافوره واندونيسيا وتايلاند، دي مناطق فيها مراكز صناعيه. طب دول الخليج العربي، طبعا يا مستر الصناعات الايه؟ فيها صناعات بتروليه، يبقى فيها صناعات بتروليه دول الخليج. يبقى اذا اسيا والقاره الاوكيانوسيه، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، وقاره ايه؟ افريقيا. تمام؟ تمام. وبكده يا جماعه يبقى بفضل الله احنا ختمنا نص منهج الجغرافيا، يعني الوحده الاولى كلها. تفاضل لك الدول ان شاء الله، مش هينزل بقى حاجه ثانيه، نزل لك نص المنهج ونص المنهج، اقعد لم الدنيا كده، وباذن الله باذن واحد احد بالكتير قوي يا جماعه هتلاقي من اول ان شاء الله الاسبوع الجاي هنزل لك مراجعه ليله الامتحان، مش هيخرج عنها الامتحان ده بفضل من ربنا. وهنزل لك طبعا وصف البوستر دوت في الفيديو عشان لو حبيت ان انت تطبعه وتذاكر منه. طبعا انا مبسوط جدا ان حضراتكم بتتابعونا، ويا رب تكونوا بتستفيدوا مننا ونكون بنوصل لكم المعلومه بشكل جميل. بعد اذن حضرتك انا عايزك تدعمنا وتشجعنا عشان نفضل مكملين معاك، فانا عايزك تنزل دلوقتي تعمل اعجاب وتشير الفيديو لكل اصحابك، تعمل سبسكرايب، وتقول لنا كلمه جميله في الكومنتات لو انت استفدت. اشوفكم على خير في مراجعه ليله الامتحان. السلام عليكم.